بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام في حلقة جديدة من سلسلة رد شيعة المرتضى على قناتي وصال وصفا من قناة محب علي غرفة علي مع الحق على اليوتيوب. فلا تنسوا أحبتي الكرام التعليق والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع خدمة لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في هذه الحلقة أحبتي الكرام سوف نتطرق إلى شبهة تطرحها هذه القنوات وأحد شيوخ هذه القنوات وهو خالد الوصابي، لنرى سوية هذا المقطع ونعلق على المقطع. حقيقة عقيدة الطينة هي أول في بداية الأمر كانت الغلو في أن الأئمة خلقوا من طينة خاصة حتى يكون مناسب لإلحاق الغلو فيهم، لأنهم يختلفون عن جنس البشر في ماهية الخلق، أن الله خلق الأئمة من طينة خاصة ثم ألحق الشيعة بهم. أحبتي الكرام سوف نتناول هذا المقطع جزء جزء ونرد عليه حتى يكون الموضوع أكثر وضوحا وأكثر استفادة للمشاهدين. أحبتي الكرام، يقول أن هذه العقيدة عقيدة الطينة عند الشيعة الإمامية أولا هي ليست من العقائد، فلا هي معروفة في كتب الأصول، وعقائد الشيعة هي معروفة، وإنما هي فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وشيعته، فهو لا يفرق بين العقائد وبين الفضائل. أولا أحبتي الكرام هو يقول أنهم نسبوا إلى الشيعة إلى أئمتهم أنهم يقولون أنهم خلقوا من طينة خاصة لكي ينسبوا إليهم الغلو والعنصرية والاستعلاء، كما سوف ترون بعد قليل أيضا يعلق على نفس الموضوع. هذا الكلام أحبتي الكرام يدلنا على أن هذا الشخص قليل الاطلاع على ما هو موجود في كتبه ولا يفقه شيئا مما يقول. أحبتي الكرام، لو نرى بعض الوثائق التي موجودة في أصح كتبه المعتبرة أنهم نسبوا عقيدة الطينة هذه التي يشنع بها على مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نسبوها إلى أبي بكر وعمر، كما في هذا الكتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، تأليف محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى 942 للهجرة. في هذا الكتاب الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، عدد الأجزاء 12، في الجزء الثالث صفحة 316 يقول: وروى يزيد الجريري قال: سمعت ابن سيرين يقول: لو حلفت لحلفت صادقا بارا غير شاك ولا مستثن أن الله تعالى ما خلق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، آله من عندي، وآله وسلم، ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة، ثم ردهم إلى تلك الطينة. هذا أحبتي الكرام ما موجود في كتبه الوثيقة الأولى، وهو رد على تشنيعه على الروايات الموجودة عندنا في حق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوثيقة الثانية أحبتي الكرام في كتاب المعجم لابن المقرئ، تأليف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المشهور بابن المقرئ، المتوفى 381 للهجرة، الناشر مكتبة الرشد الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عدد الأجزاء 1. في صفحة 353 من هذا الكتاب هذا رقم الرواية: حدثنا أبو الحسين علي بن إسحاق بن ردي القاضي قاضي طبرية بطبرية، حدثنا علي بن نصر البصري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال رفعه قال: إن الله عز وجل خلق عليين وخلق طيننا منها. انظروا أحبتي الكرام، هذا ما يروه في كتبه، وهو يشنع على الروايات الموجودة عندنا، وهذا لجهله وعدم اطلاعه على الروايات الموجودة عنده في كتبه. إن الله عز وجل خلق عليين وخلق طيننا منها، وخلق طينة محبينا منها، وخلق سجين، وخلق طينة مبغضينا منها، فأرواح محبينا تتوق إلى ما خلقت منه،
وأرواح مبغضينا تتوق إلى ما خلقت منه. هكذا حدثناه علي بن ردي، وكان أحد الثقات والظرفاء من أهل الشام رحمه الله. وعلي بن نصر ذكر أنه شيخ بصري قدم عليه. صفحة 353 من كتاب المعجم لابن المقرئ. هذه الوثيقة الثانية أحبتي الكرام التي نذكرها من كتبهم، التي يجهل ما هو هذا خالد الوصابي، هذا الذي يدعي أنه شيخ وعالم، لا يعرف ما موجود في كتبه، ويأتي ويشنع على مذهب الشيعة الإمامية أعلى الله تعالى مقامهم وأيدهم. هذه الوثيقة الثالثة أحبتي الكرام، نحن نريد أن نذكر أكثر عدد من الوثائق والكتب والمصادر حتى يتبين أن هذا الأمر معروف وموجود في كتبهم، فلماذا يدلس ويكذب وربما أنه يجهل ما هو موجود في كتبه. في هذا الكتاب أحبتي الكرام فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أحد أئمة المذاهب السنية الأربعة، متوفى 241 للهجرة. في الجزء الثاني صفحة 890 من هذا الكتاب يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وخلقت من طينتي التي خلقت منها. الجزء الثاني صفحة 890 من هذا الكتاب. وثيقة أخرى أحبتي الكرام، وهو كتاب فضائل الخلفاء لأبي نعيم الأصبهاني، فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني، تأليف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى 430 للهجرة، تحقيق صالح بن محمد، الناشر دار البخاري، المدينة المنورة، الطبعة الأولى. في صفحة 53 من هذا الكتاب يقول: أخبرنا عمر بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني حدثنا أبو يوسف يعقوب بن دينار وكتبه عني عثمان بن أبي شيبة حدثنا منبه بن عثمان حدثنا إسماعيل بن عياش قال: سمعت يحيى بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هبط إلى الأرض مضى لذلك زمان ثم إن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما الذي رأيت لي؟ فقال: يا فاطم أنت خير نساء البرية وسيدة نساء أهل الجنة. قالت: يا أبا فما لعلي؟ قال: رجل من أهل الجنة. فقالت: يا أبا فما للحسن والحسين؟ قال: سيدا شباب أهل الجنة. ثم إن عليا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي رأيت لي؟ فقال: أنا وأنت وحسن وحسين في قبة من در أساسها من رحمة الله وأطرافها من نور الله، وهي تحت عرش الله يا ابن أبي طالب، وبينك وبين كرامة الله تسمع صوتا وهينمة، وقد ألجم الناس العرق، وعلى رأسك تاج من نور قد أضاء منه المحشر، ترفل في حلتين، حلة خضراء وحلة وردية، خلقت وخلقتم من طينة واحدة. هذا موضوع الشاهد أحبتي الكرام، خلقت وخلقتم من طينة واحدة. صفحة 53 من كتاب فضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم الأصبهاني، وهو من كبار علمائهم المعروفين. الوثيقة الأخرى أحبتي الكرام كتاب شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن. المؤلف هو ابن شاهين، أبو حفص عمر ابن شاهين المعروف بابن شاهين، المتوفى 385 للهجرة. في هذا الكتاب يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن يحيى الزعفراني بسند يذكره عن يحيى بن عبيد الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هبط إلى الأرض مضى لذلك زمان ثم إن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقالت بأبي أنت يا رسول الله ما الذي رأيت لي؟ فيذكر هذا الحديث الذي ذكرناه في كتاب فضائل الخلفاء الأربعة لأبي نعيم. وموضع الشاهد هنا خلقت وخلقتم من طينة واحدة. يقول مؤلف هذا الكتاب تفرد علي وأهله وولده بهذه الفضيلة لم يشركهم فيها أحد. هذا عالمهم أبو حفص عمر بن شاهين في كتابه شرح مذاهب أهل السنة يقول هذه الفضيلة التي ذكرها في كتابه تفرد علي وأهله وولده بهذه الفضيلة، أنهم خلقوا وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طينة واحدة. نذكر مصدر آخر أحبة الكرام وهو كتاب المعجم الأوسط للطبراني، هذا كتاب المعجم الأوسط للطبراني، المعجم الأوسط تأليف أبو القاسم الطبراني، وفاته 360 للهجرة، الناشر دار الحرمين القاهرة، الجزء السادس صفحة 162. يذكر هنا بسند حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين الأشقر قال حدثنا زيد. يذكر هذه الرواية عن ابن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا أميرا على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال اغتنمها، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزله وناس من أصحابه على بابه، فقالوا ما الخبر يا بريدة؟ فقلت خير فتح الله على المسلمين. فقالوا ما أقدمك؟ قال جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فأخبره فإنه يسقطه من عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الكلام، فخرج مغضبا وقال ما بال أقوام ينتقصون عليا؟ من ينتقص عليا فقد انتقصني، ومن فارق عليا فقد فارقني، إن عليا مني وأنا منه، خلق من طينتي. يا خالد الوصابي خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وقال يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وأنه وليكم من بعدي؟ فقلت يا رسول الله بالصحبة إلا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديدا. قال فما فارقته حتى بايعته على الإسلام. لا يروى هذا الحديث إلا عن أبي إسحاق إلا بهذا الإسناد، تفرد به حسين الأشقر. الجزء السادس صفحة 162 من كتاب المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني. إذن أحبتي الكرام هذا الحديث أن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلي عليه السلام مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة وعن ابن أبي بريدة، وذكرنا أيضا هناك مصادر أخرى ذكرت هذا الحديث. أيضا أحبتي الكرام في تاريخ دمشق لابن عساكر، لكي يتبين لكم جهل هذا خالد الوصابي عندما يستشكل علينا هذه الروايات في حق أهل البيت. هذا كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وفاته 571 للهجرة، الجزء 42. هنا الرواية الأولى الجزء 36 صفحة 313 بسند يذكره. هذا سند الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا سند الحديث أحبتي الكرام أمامكم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة، فأنا وليهم وأنا عصبتهم وهم عترتي، خلقوا من طينتي، ويل للمكذبين بفضلهم، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم
أبغضه الله، الجزء 36 صفحة 313 من كتاب تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر. وهذه رواية أخرى أحبتي الكرام في نفس الكتاب جزء 42 يذكرها عن ابن عباس قال، الرواية هنا عن ابن عباس، فإذا الرواية أيضا متعددة وبالطرق متعددة مروية في كتبهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما وعلما ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. جزء 42 صفحة 240 من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. إذن أحبتي الكرام هناك مصادر أخرى لا نريد أن نطيل عليكم. تبين لنا جهل خالد الوصابي شيخ قناة صفا ووصال وعدم اطلاعه على هذه الروايات، ويشنع علينا بهذه الروايات التي هي موجودة في كتبه المعتبرة. لنرى أحبتي الكرام بقية المقطع ونرد على كلامه. بهم فما دام أنهم يؤمنون بالأئمة إذن الشيعة مخلوقون من طينة خاصة دون بقية البشر، فيقولون أن الله خلق الخلق من طينتين، طينة طيبة وماء عذب، وطينة خبيثة وماء ليس طيبا. فهذا إلى حد هنا النظرية قد تكون فيها نوع من المخالفة، لكن ليست المخالفة الكبرى. إلى هنا المخالفة فيها أنه في تميز، في عنصرية، في تفرد عن الناس، في استعلاء على الناس، في أنهم جعلوا مادة الخلق مختلفة. لكن كانت الخطورة الثانية أنهم قالوا ثم خلق الله الطينتين، إلى أن تأتي المشكلة في قضية الخلق. خلق الله الطينة الخبيثة مع الطين الطيب فامتزج وتداخلت الطينتان، والماء الذي كان موجود في الطين الطيب راح وذهب إلى الطين الخبيثة، والماء الذي كان في الطين الخبيثة ذهب إلى الطين الطيبة. فمن هو الطين الطيبة؟ هو الشيعي. ومن هو المزج؟ تلاحظ هنا ليس للأئمة. لا. لماذا؟ لأن الإمام معصوم. لعوام الناس. للشيعة دون بقية الناس، مع أن الروايات لم تميز هذا، لكن هذا هو مقتضى مذهب الشيعة حتى نتكلم. فإذا فعل الشيعي صاحب الطين الطيبة من معصية وجريمة ومنكر فهو من أثر الطينة الخبيثة. ما فعل الشيعي من معصية من منكر ومعصية فهو من أثر الطين الخبيثة. وما فعل السني من طاعة وحسنة فهو من أثر الطين الطيبة. سمعتم أحبتي الكرام ماذا يقول؟ وما فعل السني من أفعال طيبة فهو من أثر الطين الطيبة. لنستمع مرة أخرى أحبتي الكرام كيف يقول، وأنه في الرواية سنذكر لكم الرواية وكيف دلس هنا في هذا الموضع بالذات. فهو من أثر الطين الطيبة. إلى هنا المرحلة الثانية. تأتي المرحلة الثالثة قالوا فيوم القيامة. إلى هنا المرحلة الثانية. تأتي المرحلة الثالثة قالوا فيوم القيامة وحسنة فهو من أثر الطين الطيبة. إلى هنا المرحلة من منكر ومعصية فهو من أثر الطين الخبيثة. وما فعل السني من طاعة وحسنة فهو من أثر الطين الطيبة. أحبة الكرام يقول هنا وما فعل السني من طاعة فهو من أثر الطينة الطيبة. لنرى أحبة الكرام الرواية وكيف دلس هذا الشخص على قناة صفا في هذه الرواية. الرواية التي يتحدث عنها هي موجودة في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، علل الشرائع للشيخ الصدوق. الرواية تتحدث أحبتي الكرام عن النواصب، والحمد لله أنه اعترف بأنهم نواصب، وقال ما فعل السني من طاعة فهي من أثر الطينة الطيبة، والرواية تتحدث عن الناصب، فإذا اعترف هذا الشيخ من حيث لا يدري بأنهم نواصب. انظروا أحبتي الكرام، يقول من قتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن محبتكم وولايتكم، ورأي الناصب على ما هو عليه من وصفته من أفعالهم
لو أعطى أحدكم ما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن محبة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل. هنا الرواية تتحدث عن النواصب. انظروا أيضا أحبتي الكرام في هذا الجزء من الرواية. الرواية طويلة جدا، نحن نأخذ موضع الشاهد من الرواية. انظروا أحبتي الكرام، هنا السائل يسأل الإمام سلام الله عليه يقول: فقلت يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من الصلاة ومن الصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة ويحرص على الجهاد ويؤثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش، فمما ذلك ولم ذاك. فهنا السائل يسأل عن النواصب وعن أعداء آل البيت عليهم السلام. هذا الشيخ على هذه القناة يقول أنه السني، فحرف الرواية، فالرواية تتحدث عن الناصبين العداء لأهل البيت والمعادين لهم، أنهم عندما يأتون بهذه الأفعال فهو أثر الطينة الطيبة، وهو يقول السني، فحرف الرواية، فحرف الكلم عن مواضعه. أحبتي الكرام، هذه هي الرواية أمامكم من كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، وكيف أن السائل كان يسأل ويستفسر عن هؤلاء النواصب وأعداء أهل البيت كيف تخرج منهم هذه الطاعات، فيفسر له الإمام، وهذا الشيخ يقول أنه السني. فهو بهذا إما يعترف بأنهم هم نواصب وأعداء لأهل البيت، وإما أنه قد حرف الكلمة عن مواضعه كما رأيتم أحبتي الكرام. إضافة أحبتي الكرام إلى أن هذه الرواية في سندها مجهول، وبغض النظر عن سند الرواية هو دلس. هذا أحبتي الكرام في هذه الرواية في سندها عبد الله بن محمد بن مهران الكوفي، يقول عنه الشيخ النمازي في كتابه مستدركات علم رجال الحديث جزء 5 صفحة 103، يقول لم يذكروه، لم يتطرق له علماء الرجال في كتبهم، فهو مجهول، في سندها مجهول، وهو عبد الله محمد بن عبد الله بن مهران الكوفي، هذا الراوي مجهول. فإذا الرواية فيها ضعف، وبغض النظر عن ضعف الرواية فإنه دلس وقال أن الإمام يتحدث عن السني، في حين أن السائل سأل الإمام عن الأعداء والناصبين العداء لأهل البيت عليهم السلام، كما في هذه بداية الرواية، وأيضا هنا ورأي الناصب على ما هو عليه من وصفته من أفعالهم إلى آخر الكلام. فبهذا أحبتي الكرام يتبين لكم جهل هؤلاء وعدم اطلاعهم على كتبهم وتدليسهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه وبتر النصوص والتدليس، وذلك لضعفهم وعجزهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.